السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة زهرة شانيل، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وفي صحة جيدة. وفي هذا الفيديو غادي نشارك معكم الاجواء ديال عيد الفطر، كيفاش دوزتو. غنشارك معكم الغديوه اللي وجدت وواحد الخريجه خفيفه. ودابا لبست الجلابه ديال العيد، هي هذه كي جاتكم. وهذه هي الجليبه ديالي، درت فيها الطرز في اليدين وفي التحت. ونخليكم مع لا فيديو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تخلوا لي اللايكات والتعليقات ديالكم. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نوجدوها هي الغديوه. هنايا درت اللحم بالبرقوق مع السفه ديال الشعريه، ووجدت واحد العصير ديال البلوبيري مع الفرمبواز والفريز كيجي لذيذ بزاف وغزال. وهذه هي الغديوه ديالنا. دابا غادي نوجدو المرقه، كتجي مدغمره ولذيذه بزاف. هنايا كناخذوا الكوكوط، كنديروا فيها شويه ديال الزيت وكنخلوها حتى كتسخن، وكنزيدوا ليها واحد الكميه من البصله كنقطعوها مشنفه. غنضيفوا لهاد البصله شويه ديال الملح مع الابزار، وغنخلوها حتى كتشحر لينا واحد شويه. صافي من بعد كنضيفوا القطع ديال اللحم وكنخليوهم يتقلاو لينا شويه في هاد البصله مع الزيت، وكنقلبوهم حتى كيتقلاو مزيان. من بعد ما تقلى لينا اللحم كنضيفوا ليه واحد معلقه صغيره من القزبور يابس، وكنضيفوا نص معلقه صغيره من السكنجبير، ومعلقه من التحميره، ومعلقه من الخرقوم بلدي، ومعلقه من المغزيه ديال اللحم. صافي هنا غادي نخلطوا هاد التوابل اللي ضفنا مع اللحم، ومن بعد غادي نضيفوا واحد شويه ديال الماء القياس فاش يطيب لينا اللحم، وكنسدوا على الكوكوط حتى كيطيب لينا اللحم. صافي دابا غادي نوجدوا العصير. هنا خديت شويه من الفريز، كنضيفوا ليه واحد شويه من البلوبيري مع الفرمبواز، وغنضيفوا ليهم واحد الكميه من العصير ديال الليمون. صافي وغادي نضيفوا السكر ثاني على حسب الذوق، وكنطحنوا هاد المكونات ديالنا. ومن بعد صافي كندخلوا العصير ديالنا الثلاجه حتى كيبرد. الصراحه كيجي غزال بزاف، كنصحكم تجربوه، غادي يعجبكم بزاف. صافي هذا هو العصير ديالنا. دابا غادي ندوزو نوجدو السفه. هنا كناخدو واحد الكميه من السفه، كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنحطوها في الكسكس وكنحطوها حتى كتفور لينا. بعد ما فارت لينا هذيك الشعريه كناخدوها كنضيفوا ليها داك الماء الطالع اللي كاين في البرمه، كنخويو فيه منه شويه، وكنخلو فيه هذيك الشعريه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. ومن بعد كنعاودو نصفيوها من هذاك الماء وكنخلوها حتى كتنشف لينا وتشرب لينا هذاك الماء، وكنعاودو نرجعوها للكسكاس تفور لينا المره الثانيه. ونسيت راني درت لها شويه ديال الملحه.
صافي في التفويره الثالثه كنضيفوا ليها شويه ديال الزبده والزبيب، ومن بعد كنعاودوا نردوها تفور لينا. والزبيب الا بغيتو غادي تعسلوه بوحدو بلا ما تضيفوه بحال هكا، كيبقى الاختيار لكم. كتعسلوه في شويه ديال الماء مع سكر سنيده والقرفه. صافي من بعد ما كنردو الشعريه كتفور كنقدموها، والطريقه ديال التقديم كتبقى اختياريه. غنشارك معكم الطريقه باش قدمتها انا. هنايا خديت الشعريه، حطيتها في هذا الاطار داير وغادي نقادها مزيان. ومن بعد في الفوق غادي نضيف ليها شويه ديال السكر كلاصي مع قرفه. وسكر كلاصي قبل ما تضيفوه غير بلوه باش يجي ما يجيش محبب. صافي. وفي الجوانب غادي نضيف شويه ديال الكاوكاو مهرمش، وغنضيف شويه في الوسط، وكنقدموا الشعريه ديالنا بالصحه والراحه. والطريقه كل واحد كيفاش كيدير لي انا، هذه هي الطريقه ديالتي. كتجي الشعريه غزاله وما كتجيش معجنه. صافي هذا هو الشكل ديال الشعريه ديالنا. نتمنى يعجبكم التزيين اللي درت ليها. كنقدموها بالصحه والراحه. صافي. وهنا اللحم ديالنا من بعد ما طاب، هذه هي المرقه كتجي خاطره ولذيذه بزاف. صافي غادي نحطها هكا في الطبق ديال التقديم. وعندي هنايا البرقوق معسل في شويه ديال السكر مع الماء مع القرفه. غادي ندوزو في الزلجنان محمر. صافي. وغادي نزين به الطبق ديالي ونقدمه بالصحه والراحه. والعصير ها هو من بعد ما برد غادي نخويه في الكيسان، وغادي نزينو بحبات من البلوبيري ونقدموه بالصحه والراحه. وكانت هذه هي الغديوه ديالنا نهار العيد. نتمنى يعجبكم المواصفات اللي قدمت لكم. ودابا غادي نخليكم مع مقتطفات من الخريجه اللي خرجت نهار العيد. ونتمنى يعجبكم الفيديو. ما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات ديالكم. وإلا كنتي اول مره كتزور القناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بالفيديوهات الجداد. ونخليكم مع لا فيديو فرجه ممتعه، ونتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.